اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصوا بقى، النهارده هحضر معاكم اوردر كده من الاول خالص. طبعا القوالب بتاعته كانت حاجه بسيطه خالص. طبعا اول خطوه عملناها زي ما كل مره بنعملها ان احنا بنغسل القوالب. انا حتى بوريكم الميه في ايدي اهي. بنغسل القوالب كويس جدا وبميه دافيه، عشان الميه العاديه ما بتخليش القوالب تنضف قوي، فميه دافيه يا ريت يعني يكون احسن. طبعا غسلت القوالب كلها وبنحاول ان احنا ننشفها كده او نجففها بفوطة، او نجففها او ننطرها كده من المية زي ما انا بعمل. يعني يا تجففوها بفوطة يا اما تنطروها. طبعا انا بوريكم قالب الريشة انا قصاه كده من ورا، عشان الجزء اللي ورا ده بيخليني اعاني وانا بطلعه. عملنا الكمية بتاعتنا. انا طبعا بعمل زي ما انتوا عارفين كوبايتين كوبايتين، ما بعملش كمية كبيرة، لاني اللي انا بستخدمه الجبس، اللي انا بستخدمه الجبس الدولية بينشف بسرعة جدا. طبعا اول حاجة بدأنا بيها قالب البابلز. بنصب كمية صغيرة، وده احنا بنعمله في كل القوالب، بنصب كمية صغيرة وبعد كده بنبتدي ان احنا نخبط القالب. طبعا كل اللي انتوا بقى عارفينه، يعني اللي احنا متعودين عليه. طيب طبعا اللي انا بعمله مش محتاج شرح في اي حاجة. طيب النهاردة هنتكلم في ايه؟ في بنوتة جميلة بعتت لي على الماسنجر وقالت لي، قالت لي والله يا ميرا انا معجبة بالشغل جدا، ولكن انا ما عنديش فكرة نهائي على التسويق، وانا عايزة اعرف ازاي اسوق للشغل بتاعي عشان اقدر ابيعه بطريقة كويسة. فاحنا النهاردة هنتكلم بقى على التسويق، ازاي نقدر نسوق لشغلنا. مش هقول لكم بقى احنا هناخد كورسات ونعمل، لا، احنا هنتكلم بالبلدي كده وبالعادي بطريقتنا. وهقول لكم انا تجربتي الشخصية عملت ايه في حوار التسويق ده، وازاي اقدر اسوق للقطع بتاعتي. اول حاجة عشان تسوقي القطع بتاعك او الشغل بتاعك ايا كان، لازم تبقي عارفة الشغل اللي انت بتشتغليه ده ايه اهميته. يعني الناس هتشتريه ليه، هو عبارة عن ايه، هيستخدموه في ايه، الفئات العمرية اللي المفروض هتشتري منك يعني قد ايه. فاهمين؟ هو ده اللي احنا هنعمله. طيب اول حاجة احنا بنشتغل بايه على حسب البودر. لازم تكوني عارفة انت بتشتغلي ببودر ايه. انا واحدة من الناس بشتغل بجبس واسمنت، فانا لما حد بيجي يسألني هو ده شغل ايه، بقول لهم جبس على اسمنت. طبعا مش بنكذب في الحوارات دي، ما مش محتاجة كدب، اللي عايز يشتري تمام واللي مش عايز خلاص برضو شرفنا ونورنا. طيب في ناس تانية بتستخدم ماربل، في ناس تانية بتستخدم كونكريت. كل حاجة ليها يعني ليها صفاتها. تمام. طيب ده بالنسبة احنا بنشتغل ايه اول حاجة. طيب الناس بتشتري ليه؟ في نوعين من الناس. ناس بتشتريه عشان يحطوا ديكوريشن في البيت، ديكور كده، سواء بقى على السفرة، على البار بتاعهم، على السراحة في الأوضة بتاعة النوم أو في أوضة الأطفال. ففي ناس بتشتغل ديكوريشن. طبعا هنا انا بقول لكم ان دي تاني كميه، وبقول لكم ان احنا بنستخدم الكحول عشان اي بابلز. ولازم بعد ما نرش اول رشه كحول لازم نقلب البودر بتاعنا تاني. ففي ناس بتستخدمه عشان تستخدمه كديكور، وفي ناس بتشتريه مننا بتفنشه. يعني ايه بتفنشه؟ يعني انا واحده دلوقتي من الناس بعمل ايه، انا الشغل اللي بشتغله قدام منكم دلوقتي انا بصبه، وبعد كده هل كده القطع بتخلص؟ لا، انا بصبه وبعد كده بسيبه يجف او ينشف، وبعدها ببيعه على المنظر ده. انا مش بزود فيه اي حاجه، فده كده بيتسمى شغل بدون فينش. طيب في شغل بقى الناس بتعمل ايه، الناس بتاخده مني وبعدين بيفنشوه هم. يعني ايه فنشوه؟ يحطوا له لون، يحطوا له طبقه عزل، يحطوا له احجار شجر، يحطوا له ورق ذهب، يحطوا له حاجات كتيره جدا. طبعا التزيين ده اللي هو البفينش ده اللي هو التزيين، يعني من الاخر بياخدوه يروقوا عليه كده، يخلوه شكله قمر ويزينوه، وبعد كده يبيعوه بسعر تاني. طبعا السعر بيكون مختلف نهائي بعد الفينش. بعد الفينش الاربع قطع بيتباعوا اقل رقم ب 200 جنيه. انا قبل الفينش ببيع القطعه ب 10 جنيه و 15 جنيه. يعني انت ممكن تاخدي طقم مني ب 80 جنيه وبتبيعيه ب 200 جنيه. فشايفين فرق السعر الرهيب. طيب يبقى احنا تاني حاجة ان احنا يا اما ناس بتفنشوا بعدينا، يا اما ناس بتستخدموا كده، بتاخدوا مننا كده بتحطوا ديكور في البيت عادي. طيب احنا إيه الناس بقى عمرها كام اللي بتشتري؟ احنا الشراء بتاعنا ملهوش عمر معين. ممكن بنوتة تكون لسه في الجامعة وعايزة تبتدي ده كمشروع وتاخد وتفنش. ممكن واحدة ست عاجبها فعايزة تزين بيتها فتحطه في بيتها. احنا ملناش
عمر معين. طيب ده الأسئلة الشائعة بتاعة الشغل بتاعتنا، عشان لما حد يجي يسألك تبقي عارفة تردي عليه. طيب أنا بقى يا ميرا أسوق إزاي؟ هقولك يا عيون ميرا، دلوقتي بقى هتعملي إيه؟ هتعملي لك بيدج كده حلوة قوي على الفيسبوك، وهتسميها الاسم أيا كان اللي انت عايزاه، باسمك أو باسم الشغل بتاعك. وبعد كده هتبتدي تدخلي في جروبات كتير تبع الكونكريت بقى. تكتب انت بس، مجرد ما تكتبي على السيرش كده بتاع جوجل كونكريت، تكتبي مثلا جروبات ماميز، كده حاجات بقى، يا ريت فيها نساء وستات اكتر، لان هم دول اللي بيشتروا اكتر. معظم الرجاله احنا عارفين ما لهمش في الجو الشراء والحاجات دي، فما بيلفتش نظرهم المواضيع دي. فاحنا بندخل في جروبات ستات اكتر، بندخل في جروبات تبع الشغل. وبعمل ايه بقى؟ ببتدي انزل على الصفحة بتاعتي الشغل بتاعي. ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي طبعا لو انا لسه في الاول، مش هقولك بقى عندي كمية قوالب رهيبة، لا طبعا. هيبقى عندي، انا اول ما ابتديت يا جماعة ابتديت بقالب واحد اللي هو قالب البونبونيرة، ونزلته. عملت قطعة ورحت جاية مصوراها وانا ماسكاها في ايدي، وكتبت ان القطعة دي ب10 جنيه. ما اقولكوش بقى على كمية الناس اللي دخلت لي، طب احنا عايزين، طب السعر، طب مش عارفة ايه. والموضوع ابتدى من كده، واحدة واحدة بدأت اجمع فلوس وبدأت اجيب قوالب تانية. فهي دي الفكرة، انت هتعملي كده، هتجيبي لك في الاول قالب واحد، وبعد كده هتنزليه وتنزلي صورته وتنزلي سعره. الجروبات بقى اللي بقولك عليها دي هتدخلي برضو فيها بنفس الصورة بتاعة القالب بتاعك وبنفس السعر، هتدخليها برضو، هتكتبيها وتنزليها في الجروبات. انا عندي شغل مثلا كونكريت بدون فينش، القطعة عاملة 10 جنيه، ومتاح شحن أي محافظة. الله أكبر، الله. طب نكمل بعد الأذان. فطبعا يبقى انت كده بدأتي ان انت تسوقي. ازاي بقى ان انت بتسوقي؟ ان انت اهو نزلتي صور للشغل بتاعك، وان انت بدأ يجيلك عملاء. طبعا اهم حاجة بجد في التسويق، وفي التسويق لأي قطعة بقى، مش للشغل بتاعنا بس، هو لسانك الحلو. لسانك الحلو يا قمرايا، طول ما انت لسانك حلو بتتعاملي مع العملاء مع العملاء مش عارفة اتشليت، بتتعاملي مع العملاء بطريقة كويسة ومهذبة وردك كويس، الناس بجد هتحب تتعامل وتشتري منك. ولكن انت لو دخلتي مع الناس كده قفش، يعني في ناس كتير قوي بتدخل تسألني أسئلة كتيرة جدا وفي الآخر ما بيشتروش، فعادي ده، هل معناها ان انا بزعق فيهم وانت معطلة وقتي وانت؟ لا خلاص، نورتيني، ولو احتجتي لأي حاجة انا موجودة وانا معاكي. لسانك الحلو بجد هو اللي هيجذب الناس ليكي. طبعا دي تالت مرة احنا نصب فيها. انا بصب للأسف على مرات كتير جدا، ده عشان انا الجبس اللي بتعامل بيه بينشف بسرعة، وعشان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا باخد وقتي في القطع عشان ما يطلعش فيها اي بابلز، فمش بستعجل. فعشان كده بتعامل واحدة واحدة مع كل قطعة، فعشان كده بصب على قطع على مرات كتير. فهل التسويق هو ده بمنتهى البساطة؟ اه هو ده التسويق بمنتهى البساطة. طب انا مش هعمل اعلان ممول؟ لا مش هتعملي اعلان ممول، انت لسه في البداية. تعملي اعلان ممول ايه؟ انت اي فلوس هتجيلك هتحطيها في البراند وفي المشروع بتاعك، فلا مش هنعمل اعلانات. طب انا مش هعمل لوجو؟ لا مش هتعملي لوجو حاليا، انت لسه بتبتدي في البداية بتاعتك. يعني مش هعمل لوجو للشغل بتاعي؟ لا حاليا مفيش لوجوهات خالص. انت بس هتكتفي بالبيج بتاعتك اللي على الفيس، وبالجروبات الكتير اللي هتدخليها وتنزلي فيها الشغل بتاعك، وطريقتك كويسة مع العملاء. طب ايه اللي انا ممكن برضو استفيد بيه في شغلي واخليه العملاء تحب الموضوع اكتر؟ تقدري ان انتي تغلفي الشغل بتاعك بطريقة حلوة. بجد الموضوع ده بيفرق كتير قوي مع ناس كتير. يعني حاولي ان انتي في الاول، حتى انتي لسه في الاول اهو، بس تمام، اشتري بابلز، اشتري ورق اللي انا كنت منزلها لكم قبل كده، طريقة التغليف. شوفوا طريقة التغليف اللي كنت منزلها لكم في فيديو من قريب، من كام يوم تقريبا. بجد التغليف ده بيفرق كتير قوي مع ناس كتير. لما بتلاقي القطع بتاعتها متغلفة بطريقة كويسة وبطريقة حلوة، بتحس ان فعلا فيه اهتمام في الشغل، مش حد كده باعت لي الحاجه كده في اي حاجه وخلاص. فالتغليف ده انت ممكن تعمليه، هتصرفي فيه شويه، ولكن ده برضو هيحبذ ان الناس بعد كده تشتري منك تاني. طب غير التغليف ايه اللي ممكن تعمليه؟ الهدايا. حاولي ان انت كل اوردر يطلب منك حطي فيه هديه بسيطه، يعني مش لازم حاجه قطعه كبيره، لا حطي قطع صغيره خالص، بس هتبقى برضو ان انت بعتي هديه. الموضوع مش مكلف، وفي نفس الوقت برضو هيخلي الناس تحب تشتري منك، هيخلي
الناس تحب تتعامل معاكي. اهتمي بشغلك نفسه. الشغل بتاعك لو طلع فيه بابلز، يا تعيدي القطعة لو انتي مش عارفة تعالجي البابلز بتاعتك او الفراغات او الكسور، يا اما ان انتي تحاولي تعالجيها وتخليها بطريقة ما مش باينة، او ان هما يقدروا يشتغلوا عليها او يحطوها ديكوريشن في البيت وما تبقاش باينة، ما تبقاش حاجة باينة ان هي مكسورة او فيها عيب. ده برضو حاجة من الحاجات اللي هتجذب الناس ليكي. كمية الناس اللي بتشتغل كونكريت بدون فينش عايزة اقول لكم كمية رهيبة جدا، ولكن إيه اللي بيخلي حد يبقى يعني توب كده ومشهور وناجح في شغله، وحد عادي ما بيحصلش اي فرق؟ إيه اللي بيخلي كده؟ جودة الشغل. كلنا عارفين ان احنا بنشتغل نفس الشغل، ولكن جودة الشغل بتفرق كتير 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 كتير. لما انا نفسي بطلب اوردر ايا كان وبلاقي التغليف بتاعه حلو جدا، وبلاقي القطعة معمولة كده بكل حب، وبحس كأن القطعة يعني اللي عاملاها كأنها هي اللي عاملاها ليها مش ليا أنا. فعشان كده بحب ببقى خلاص عندي أمانة بقى، ومتوقعة ان الشخصية دي أمينة، وهتبعت لي شغل كويس، هتبعت لي شغل ما فيهوش كسر. كمان لازم تعوضي العميل. تعوضي العميل. بصوا هنا في بابلز ده هنا مثلا، انا بوريكم ازاي لما يطلع بابلز ازاي انا بحاول على قد ما اقدر اخلي العيب ده ما يبقاش موجود. انا بجيب البودر اللي انا بستخدمه يكون لسه طري، الجبس والاسمنت شايفين لسه طري اهو خالص، يعني بواقي من الصبه اللي انا لسه صباها لسه فيها كده جزء من جوه ولسه طري. باخده اعمل ايه؟ بداري بيه العيوب، بدخل كده جوه العيوب البابلز الفتحات والكسور اللي موجوده، بحيث ان انا اداريها خالص. شايفين باينه ان هي ما بقاش فيها اي حاجه نهائي. طب الحوار ده بيفرق؟ بيفرق كتير جدا جدا جدا. لما تودي القطعه بتاعتك كده ما يبقاش فيها عيب، او العيب اللي فيها مش باين بطريقه واضحه، بيفرق وبيخلي الموضوع بعد كده ان هم بيشتروا منك عن ثقة، عارفين ان انتي حد موثوق منه، مش هتودي لهم القطعة فيها كسر ولا القطعة فيها عيب. كمان في حاجة كمان، فكرة ان انتوا تعوضوا العميل. يعني ايه؟ يعني انا وديت القطعة وكنت عاملة شغل هايل في القطعة بتاعتي، وبعدين المندوب الله يكرمه وهو بيوصل الاوردر راح جاي حاجات اتكسرت منه، فجت هي تستلم فراحت جايه مصوره لي حاجات، بصي الحاجات دي وصلت لي مكسوره. فانا بعمل ايه؟ بتهرب منها ولا ما بردش عليها ولا بعمل لها بلوك؟ لا، دي حركات لناس سوري يعني مش كويسة. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنكلم العميلة بعد ما بنتأكد ان هي استلمت الشغل. ايه رأي حضرتك في الشغل؟ طب انا وصل لي قطعة مكسورة، طب ممكن تصوريني القطعة المكسورة عشان ابقى عارفة هل القطعة دي فعلا بتاعتي ولا لا. صورت لي القطعة وطلعت فعلا القطعة بتاعتي، وطلع المندوب اللي لسه قايلين عليه اللي ربنا يكرمه هو اللي كسرها. طب انا بعمل ايه؟ بقول للعميلة بخيرها، طيب تحبي ابعت لحضرتك الفلوس على فودافون كاش مثلا او اي محفظة، او تحبي ابعت لك قطعة بديلة؟ لو هي المكان بتاعها بعيد بيكون احسن لنا ان احنا نبعت لها الفلوس، لاني عشان نبعت لها تاني شحن ده هيكلفنا اكتر. طب لو هي قريبة مني في نفس المنطقة بجيب لها قطعة بديلة. طب هو ده يا ميرا ليه لازمة؟ ليه لازمة كبيرة جدا جدا جدا. انت كده بتطمني العميل. انت عارفة يعني ايه ان حاجة توصلك مكسورة وصاحب الشغل يبعت لك حاجة غيرها او يبعت لك فلوسها؟ يعني معناها ان البيت امان، الدار امان، خلاص انت بتتعاملي مع حد ثقة. حد لو حاجة وصلتك مكسورة انت بتعوضيه، حد مش ان هو مجرد اخد فلوسك وجرى مع السلامة وما شفتيش وشه تاني. ده بيخلي ان هي بعد كده مش بس هي اللي بتشتري منك، لا هي بتقول لاصحابها، لان هي بتبقى متأكدة ان الشخصية اللي بتتعامل معاها دي محترمة. بتقول لجيرانها، بتقول لاهلها. ناس كتيرة جدا مجرد ما بتتعامل معايا اول مرة بيقولوا لي على فكرة احنا قلنا لاصحابنا ولاخواتنا وهم عايزين يجيبوا وي وي، لان هي خلاص عارفة ان مش هي مش هتدبس اللي بتعزه ولا اللي بتحبه، بالعكس ده هي فعلا اتبسطت وعايزة اللي منها يتبسط. فحاولوا على قد ما تقدروا، تفاصيل صغيرة جدا بس بتفرق والله بجد، بتفرق كتير في الشغل. التسويق، ان انت تدرسي تسويق اهم من ان انت تدرسي تسويق ازاي تسوقي للقطعة بتاعتك، وازاي تعرفي تصوريها بطريقة بروفيشنال ويعني فظيعة. ازاي تقدري ان انت تعملي كده براند وتسوقي للبراند بتاعك. الاهم من كل ده المعاملة والامانة. بجد الامانة بتفرق كتير قوي، والمعاملة الكويسة بتفرق كتير قوي. خلي يكون عندك ضمير في شغلك ايا كان اللي انت بتشتغليه، خلي يكون في امانة. هترتاحي، هتريحي اللي بيتعامل معاكي، ربنا هيكرمك من وسع، يعني من وسع. حتى لو الشخصية دي مش هتجيب منك
ربنا بيبعت لك حد تاني يشتري منك، حتى لو هي ولا حد من عندها يشتري منك، كفايه تسمعي منها دعوه حلوه، كلمه كويسه، كفايه تاخدي منها ريفيو كويس تنزليه على الصفحه بتاعتك. وده من اهم الحاجات اللي تقدر ترفع البيج بتاعتك وتخليكي تبقي حاجه واو وبسرعه، هي الريفيوهات. قد ايه لما تاخدي سكرين كده للريفيو، او هي اللي تدخل تكتب لك ريفيو بنفسها على الصفحه، قد ايه ده بيفرق. ان اي حد جديد لما يجي يدخل الصفحه بتاعتك يلاقي عليها ريفيوهات والكومنتات ان قد ايه الشغل حلو، قد ايه المعامله كويسه، اكيد ده هيخليه الموضوع ما يبقاش خايف لاول مره ان هو يطلب اوردر. بالعكس، هيبقى مطمن، انا شفت ريفيوهات كتير قوي وشفت شغل كتير وكله على ارض الواقع في الصفحه. فده برضو هيخلي ان في اطمئنان كده للي بيتعامل معاكي. زي ما بقول لكم، تفاصيل صغيره ولكن بتفرق في الشغل كتير. وده بسبب ان احنا بنشتغل شغل سوشيال ميديا. السوشيال ميديا زي ما انتم عارفين للأسف السيئة فيها أكتر من الحسنة. فمعظم الناس، أنا واحدة من الناس، لما ببقى رايحة أشتري حاجة من السوشيال أنا ببقى خايفة مرعوبة، حاسة إن أنا هيتنصب عليا، الحاجة هتطلع مش حلوة، الحاجة هتطلع مش نفس اللي في الصورة. وده دايما اللي احنا بيحصل معانا. فعشان احنا بنشتغل في الواقع ده، بنشتغل مع ناس حوالين مننا للأسف عملت سمعة وحشة للشغل على السوشيال ميديا أو للصفحات الهاند ميد، فلازم احنا اللي نحاول نعدل الموضوع ده. حتى لو هتبدأي بنفسك، ابدأي بنفسك وصدقيني هيفرق الموضوع كتير. ابدأي بنفسك وصدقيني الموضوع بعد كده هينتشر. لما انت تبدأي بنفسك وانا ابدأ بنفسي وواحدة تالتة تشوف الفيديو تعمل شبهنا وتبدأ بنفسها ويبقى شغلها طريقته كويسة وفي إخلاص وفي إتقان في الشغل وفي ضمير ومعاملة كويسة، هنبقوا كتير، هنبقوا كتير، وهنرجع تاني الناس تبقى عندها ثقة. ويبقى كده بيتعاملوا مع الناس على السوشيال ميديا ان هم مش هنشتري منهم بعد كده هنلاقيهم فص ملح وداب واختفوا. لا، هنبقوا خلاص مطمنين. طبعا الناس اللي بتشتغل الهاند ميد عارفين، وبالذات الكونكريت، عارفين ان الريشه دي وحشه جدا في ايه بقى. ان هي ال مش عارفه اقول اسمها ايه، اللي هي اخر الريشه ده يعني بيتكسر على طول واحنا بنطلعه. فانا عملت ايه، قصيت القالب من ورا كده بالقطر، حته كده مستقيمه، خط كده يعني حتى مش باين، وبدات الزقه. بس بعمل ايه الفكره، ان انا قبل ما بفكها بروح جايه شايله الشمع من ورا، واروح جايه كده موسعاها. بقت الموضوع عندي بقى اسهل، بقت واسعه، فبقت تطلع بسلام وامان الحمد لله. شايفين؟ لاني كانت عامله لي عقده قوي. وشايفين هنا البابلز اللي كانت فيها مش باينه خالص. وطبعا من ورا طبعا هيتصنفر، وهنا الحمد لله من قدام ما كانش فيه اي بابلز. وهي الريشه القمر بتاعتنا زي القمر الحمد لله. القطع بتاعتنا طبعا انا بطلعها قدام منكم. ناس كتير طبعا بتسال اسئله كتير قوي على الشغل وعلى كل حاجه. ببعت لهم الصفحه على اليوتيوب. ناس كتير بتبقى عايزه تشتري ولكن قلقانه، فببعت لهم برضو الصفحه يشوفوا الشغل انا بشتغل ازاي. والشغل ده على ارض الواقع، يعني الشغل ده لعميلة هتستلمه. يعني الشغل ده مش بس للتصوير، لا، الشغل ده في حد فعلا على ارض الواقع هيستلمه. اتمنى ان يكون الكلام اللي قلته افادكم حتى لو افاده صغيره. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي ما تكونش رغي وان انا برغي على دماغكم، لا والله انا بحاول كل حاجه اعرفها بقولها لكم. واتمنى ان الفيديوهات تكون بتعجبكم، واتمنى ان احنا نوصل كده كتير قوي على اليوتيوب. ونورتوني طبعا، ومنوريني وعلى راسي دايما، ومبسوطة بعيلتي الصغيرة اللي على اليوتيوب. ان شاء الله بعد كده نبقى حاجة كبيرة كده وعيلة كبيرة بإذن الله. بإذن الله برضو هحط لكم اللينك بتاع البيجي بتاع الفيسبوك، عشان لو حد عايز يدخل يطلب اي حاجة او حد عايز يدخل يسأل على اي حاجة في الماسنجر. تمام جدا، انا كده كده فاتحة الماسنجر، فاي حد يقدر يبعت اي مسج عادي، مفيش اي مشكلة. واتمنى الفيديوهات تكون بتعجبكم. طبعا هنا برضو الراجل ده، بصوا هو كل قالب كده فيه تركاية صغيرة كده، فيه يعني ايه، في سر كده صغير في كل قالب يعني. هنا برضو الراجل ده من الحاجات اللي مملة فيه رجله. الرجل الطويلة بتاعته دي على طول برضو كانت بتتكسر على طول. وكنت بشوف الناس بقى يعني كنت بشوف فيديوهات على اليوتيوب يقلبوا بس القطعة كده ويطلع عادي الراجل ما فيهوش حاجة. جربت اعمل كده، الموضوع لا طلع صعب. فبدأت بقى ان انا ايه، بقعد بقى اتعامل معاه بهدوء وسلاسة كده وبالراحة، وافضل اطلع فيه كده بالراحة. يعني ايه، انا عارفة ان انتوا ممكن تتشلوا شوية في الحتة دي، بس والله انا ما حبيتش اجريها عشان اوريكم قد ايه الموضوع. الناس اللي بتبقى فاكرة ان يلا صب واجري وخلصتي يا ستي وبتبيعي يا جماعة والله الموضوع صعب.
فبصوا بفضل بقى اسلك فيه بالراحه بالراحه لغايه ما يطلع بامان وسلام، عشان رجله ما تتكسرش. ومع العلم برضو على فكره في قطع بتطلع معايا برضو مكسوره، وهوريكم ازاي لما بيطلع مكسوره ازاي بنعالجها برضو عادي، بنصنفرها وما تبقاش باينه، او حتى لو بانت بيبقى شكلها لطيف، مش شكلها يعني ما بيبقاش وحش، ما بتبقاش باينه ان هي مكسوره، تبقى باينه ان هو ايه، واحد كده لامم من صوابع رجله بس مش اكتر. ف... فده برضو هو الحمد لله امان وسلام برضو. وكده ما يتبقى لناش غير اليقطين. كمان عايزه اقول لكم باذن الله الفيديوهات الجايه هنحاول ان احنا نعمل شغل بفينش. وده ليه بقى؟ وده لان ناس كتير قوي بدات تطلب مني شغل بفينش، فانا حبيت اخوض التجربه. وده لان انا كمان بحاول على قد ما اقدر ان احنا نوسع شويه في البراند بتاعنا، فما يبقاش بس كده مجرد صب للقطع، لا يبقى بعد كده ان شاء الله في فينش وفي الشكل اللي احنا عايزينه وكده، يعني ان هو ايه واحده واحده زي ما قلت لكم كده نكبر بالبراند بتاعنا. طبعا بصوا هي كانت متبهدله قوي من بره، وطبعا انا بعتذر لكم لاني في اوقات كتير قوي في الفيديو انا بستخدم ايدي، بس انا مش بعرف البس جلوفز، بحس ان ايدي بتمكن منها اكتر. ف... فبعتذر لكم يعني. بس ايه انا كده كده يعني الحمد لله الحوار الجبس والاسمنت كده كده مش بيلزق في الايد. وبعد ما بخلص بقى بنحاول نحط كريمات وحاجات على ايدينا، لان هو بيخلي الايد جافة بطريقة وحشة، فبنحاول ان احنا نستخدم مرطبات وحاجات على ايدينا. طبعا اليقطين برضو مملة جدا في ان احنا بنطلعها، مرار والله مرار. حوار ان احنا نطلع القطع من القوالب بجد دي اصعب مرحلة بالنسبة لي، يعني اصعب من اي مرحلة تانية، هي ان احنا نخرج القطع كده بسلام وامان من القالب، بدون كسر، بدون اي اذى للقطع. يعني لو القطعة ايه بتبقى لسه طرية اصلا ورطبة، وسهل ان هي تتكسر جدا، وانتي مطالبة ان انتي تطلعيها من قالب لزج ورزل كده. وفي نفس الوقت من غير ما تخدشيها بقى ولا تكسريها، فالموضوع مرهق. فانا بص انا بحاول بكل الطرق ان انا اتمكن منها، وفي الاخر اخدتها بقى كده على قلبي كده، تعالي يا روح قلبي عشان اعرف اتملكها. وبعد كده الحمد لله تملكنا من الجزء كده، وبدأنا الجزء التاني ان احنا برضو ايه نلفه كده. وطبعا هناخدها بقى ايه لفه ودحرجه كده لغايه ايه ما توصل لغايه اخر حته في القالب يعني. معاناه والله، معاناه معاناه يعني. طب قولوا لي انا ليه ما جرتلكوش الحته دي؟ مش عارفه، بس انتوا عشان لازم تشوفوا المعاناه اللي انا بعانيها. وطلع القالب بسلام وامان الحمد لله. كان نفسي ارميه والله بس ما قدرتش، القوالب غاليه يا جماعه والله، يعني القالب ب 200 و300. فطلعت اليقطينة هي، وطلعت فيها حتة البابلز الصغنطوطة دي، بس احنا يعني ايه عادي جدا هنبقى نعالجها يعني مفيش اي مشكلة خالص. والقطعة بتاعتنا الجمر طلعت بالسلامة، وبقت جمر الجمرات. طبعا ما فيهاش اي بابلز خالص غير البابلزاية بس الكبيرة دي، وهنعالجها عادي. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى اكون بجد ما صدعتكوش وتكونوا استفدتوا من كلامي. والنهارده كنا بنتكلم ازاي نسوق القطع بتاعتنا. اتمنى كل الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان انتوا بتنسوا وانا بنسى اقول لكم. فيا ريت اللي عجبه اي حاجه في الفيديو يا ريت يعمل لايك واشتراك، وهستناكم في فيديوهات تانية كتير. وبعتذر لو بتاخر في الفيديوهات، بس غصبا عني بيكون عندي شغل كتير. فاتمنى كده اكون دايما بفيدكم، واكون اي اسرار واي حاجات بقولها لكم، واكون بشجعكم ان انتوا كمان تفتحوا البراند بتاعكم وتكونوا حاجه حلوه قوي قوي. وهستنى منكم كومنتات كتير قوي. وشكرا. وانا قلت وي كتير قوي باي باي يا حلوين، باي باي.